عاشت ليلى مراد حياة الأضواء والشهرة، وكان لأصلها اليهودي تأثير كبير عليها سواء في حياتها أو بعد وفاتها. يمكن لأنها تألقت في مرحلة حرجة من تاريخ مصر بالتزامن مع إعلان قيام دولة إسرائيل. يا ترى إيه علاقة ليلى مراد بإسرائيل؟ وهل فعلا تبرعت ب50,000 جنيه لقيام وطن قومي لليهود؟ وإزاي أسلمت على يد حسن البنا؟ كل ده وزيادة هنعرفه حالا. تابعونا. هو ده اللي حصل. ليلى مراد أو ليليان زكي إبراهيم مراد مردخاي من أبرز المغنيات والممثلات في الوطن العربي في القرن العشرين. ولدت في عائلة يهودية مصرية اشتهرت بالوطنية عام 18 في حي الظاهر في القاهرة، ثم غيرت اسمها لليلى مراد كاسم مسرح. اتجوزت ليلى 3 مرات واتطلقت 3 مرات. اتجوزت أنور وجدي، وبعده اتجوزت فطين عبد الوهاب وجابت منه زكي فطين عبد الوهاب، وتوفت سنة 95. ورغم اعتناقها للإسلام وتغيير اسمها اليهودي وزواجها من الراحل أنور وجدي، ورغم انها غنت أغاني دينية قوية جدا، ما سلمش تاريخها من المغالطات أو الأكاذيب. يعني مثلا تردد انها أسلمت على يد حسن البنا المرشد العام لجماعة الإخوان، رغم ان شهود العيان أكدوا انها نطقت بالشهادة للمرة الأولى سنة 46 في منزل أنور وجدي، ثم أمام المحكمة الشرعية سنة 47 بعيد خالص عن تواجد أي عنصر من جماعة الإخوان. وفي سنة 53 كتبت رسالة بخط إيدها للواء محمد نجيب بتستنجد بيه من مطاردة بعض العناصر اليهودية ليها في أوروبا، وبرضه من مطاردة بعض أعضاء مجلس قيادة الثورة ليها في مصر، واللي كانوا بيستدعوها للتحقيق في أوقات متأخرة جدا بالليل وبيمارسوا عليها ضغط نفسي رهيب، لحد ما تم تبرئتها من شبهة العلاقة بإسرائيل على يد عبد اللطيف البغدادي عضو مجلس قيادة الثورة. بس البعض بيرجح إن أنور وجدي ليه دور كبير جدا في الإشاعات اللي طالتها في الخمسينات، خصوصا بعد طلاقهم للمرة الثالثة. الشائعات اللي أدت لاعتزالها الفن بشكل إجباري، واللي منها شائعة تبرعها لإسرائيل ب50,000 جنيه. لكن رد ليلى مراد لخص الحدوتة كلها وكان مؤثر جدا. قالت فيه إن مستقبلي وحياتي وأموالي وأهلي مع العرب والإسلام، فهل ممكن يصدق مجنون إن أربط نفسي بدولة زائلة لا محالة؟ واختتمت كلامها بالآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. هو ده اللي حصل.